ليه عقلك بيكره يبدأ حتى لو الحاجة سهلة؟ أكتر حاجة بتعطلك في حياتك مش التعب ولا الوقت ولا حتى الكسل. أكتر حاجة بتعطلك هي أول خطوة. الغريب بقى إن الحاجة نفسها أول ما تبدأها بتطلع أسهل بكتير ما كنت متخيل. يعني إيه؟ يعني المذاكرة كانت تقيلة، بس أول ما فتحت الكتاب لقيت نفسك مكمل. الشغل كان ممل، بس أول 5 دقايق عدوا لقيت نفسك جوه المود. طيب ليه بقى البداية كانت وحشة كده؟ الحقيقة اللي محدش واخد باله منها إن عقلك مش بيكره الشغل، عقلك بيكره إنه يبدأ. ليه؟ عشان البداية معناها حاجة واحدة بس عنده: مجهول. والمجهول بالنسبة له يعني خطر، حتى لو الحاجة سهلة، حتى لو عملتها قبل كده. العقل بيقول طب ما نأجل، خلينا في الأمان. والأمان بالنسبة له يعني راحة ودوبامين من غير تعب. هنا بقى اللعبة الحقيقية. عقلك ما بيفهمش إنك تقوله هعمل حاجة لمدة ساعة، أو مهمة كبيرة، أو مشروع طويل. عقلك بيفهم حاجة واحدة بس: دلوقتي. أول ما تقول أنا هشتغل ساعتين، عقلك يرد يقولك لأ كتير قوي. لكن لو قلت أنا هعمل حاجة بس دقيقتين، يقولك ماشي بسيطة. الخدعة النفسية اللي بتكسر الدماغ: ما تبدأش المهمة، ابدأ باللي قبلها. يعني قول أنا مش هذاكر، أنا بس هفتح الكتاب. أو أنا مش هتمرن، أنا بس هلبس الهدوم. أنا مش هتعلم إنجليزي، أنا بس هسمع دقيقة واحدة. وأول ما تبدأ المقاومة تقع والدوبامين يشتغل، وعقلك يستمر لوحده تلقائيا من غير ما يحس بمشكلة البداية. الغلط اللي أغلب الناس بتقع فيه هو إنه مستني يحس بالحماس الأول، مستني المزاج، مستني الإحساس. والحقيقة الإحساس مش بيجي قبل الفعل، الإحساس بيجي بعده. خلي القاعدة دي في دماغك: ما تستناش إنك تحب الحاجة، اعمل أول خطوة، والحب والحماس هيجوا وراها. لو عقلك بيستهي معلومة حقيقية تساعده وتغذيه، كمل. ولو تعرف حد محتاج فعلا المعلومة دي، ما تبخلش عليه. وانت طبعا عندك حرية الاختيار، تكمل لوحدك ولا انت والشخص اللي عاوزه يفهم زيك، عشان اللي جاي أهم.